ركز في صوتك، شوف هتديه لمين وهيكون ولائك لمين ايا يكن. واوعى تحزب الموضوع، ده ابن عمي فانا هديله، ده ابن خالي لا انا مش انا هديله، الراجل ده غريب عني بره عيلتي فانا مش هديله. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. انا احمد عمران وده فيديو يهمك ان انت تشوفه. طبعا احنا عارفين ان موسم الانتخابات خلاص على الابواب، واحنا بنتكلم في ايام بسيطة ويبدأ طبعا موسم انتخابات مجلس الشيوخ، ومن وراه هيكون موسم انتخابات مجلس النواب. الرسالة اللي انا عايز اوصلها لكل الشباب المثقف الواعي، شباب بلدنا، شباب محافظتنا، شباب مركزنا، ايا يكن الشباب المثقف الواعي اللي بينتخب او بيروح يدي صوته او يدلب صوته لاي حد في الانتخابات، انا عايزك تكون مركز كويس قوي، مركز في كل واحد هتديله صوتك، لانه خلي بالك مش كل حد هتديله صوتك هيكون هو يستحق الصوت ده. موضوع ان انت تمشي موضوع العصبية القبلية بتاعت البلاد في الانتخابات ده طبعا موضوع خاطئ جدا وموضوع غلط جدا. اوعى تعمل ده او تضحي بصوتك، او ان انت تدي صوتك لحد عشان مثلا اللي مترشح ده هواري فانا هدي الهواري ده عشان خاطر العربي ما يخش على الهواري، او بتاع الاشراف ما يخش على الهواري. ما هو ممكن الهواري ده ومع انه ابن عمك ممكن ما يكون لا يصلح يعني. برضو نفس الكلام لو كان هو عربي وانت راح تدي العربي برضو صوتك، وممكن العربي ده ما يكون لا يصلح وانت برضو راح تديله عشان خاطر لا ده الهواري او بتاع الاشراف ما يفش عليه. العصبيه القبليه اللي موجوده في بلادنا للاسف هي اللي بتحكم الانتخابات. احنا نفسنا الدوره دي او الدوره البرلمانيه اللي احنا شغالين فيها دي نفسه انه ده كله يتغير. الحاجه التانية اللي انا عايز اتكلم عليها برضو، اوعى تبيع صوتك. يعني انت مش عشان انت عايز كرتونه او عايز 100 جنيه او 500 جنيه او 1000 جنيه او ايا يكن صوتك ده بكام، ففكر ان انت هتاخد الفلوس من هنا والله لا قدر الله ممكن تصرفها مثلا في علاج، في عمليه، في مستشفى، في حاجه باظت في عربيتك، باظت في المكنه بتاعتك، ايا يكن الحاجه اللي انت ممكن تعملها. بس اللي انا عايز اوصله لك انه مش كل الفلوس او مش كل حاجه تشترى او تباع بالفلوس. يعني الحاجه الاخيره اللي عايز اتكلم فيها، اي نائب من النواب عندك في بلدك لو انت جربته الدورة اللي فاتت وما قضاش مصلحة معاك او مع ناسك او مع بلدك او قريتك، اوعى تديله. وخلي بالكم برضو مش كل النواب يعني بتعرف تخدم، او كل الناس اللي هي موجودة في المجلس بتعرف تخدم فيه. والله اعرف اعضاء مجلس نواب بتخدم من جيوبها، يعني مش شرط ان هو نائب عشان كده بيعرف يخدم يعني. فركز في صوتك، ما تديش صوتك لاي حد ايا يكن، لان صوتك في الاول وفي الاخر امانه. بس قبل ما تدعم اي حد لازم تبقى مقتنع بيه وعارف ان انت بتدعم واحد يستاهل صوتك.